الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصصه من الخصائص العليا والدلائل الجلية والأسرار الربانية، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب. وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق جهاده وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاهت المعجة. ذلك سيدنا محمد النبي الأمي المصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب. أما بعد، فإن أشرف الكتب وأعلاها وأجلها وأسماها وأرفعها وأقدسها كلاما وأصدقها حديثا إنما هو كتاب الله عز وجل، الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيا أيها القراء الكرام، تمسكوا بكتاب الله فإنه أشد تغلطا من الإبل، واعلموا أن كل سعادة الدنيا والآخرة ثابتة في القرآن العظيم، وبه يصلح المجتمع، وبمعانقته تعز الأمة، وببركته يتفاضلون الناس ويتفاوتون، وتطمئن قلوبهم على بذكر الله تطمئن القلوب. قال جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن كتاب فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، عباد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد مرت السنوات العديدة والأعوام المدينة والناس في الحيرة، همهم هو الدنيا وزخارفها. المسلم يقتل أخاه مسلم ويأكل ماله، بعضنا يضرب رقاب بعض. الظلم والطغيان قد انتشرت بيننا نحن المسلمين، لا نرحم إخواننا ولا نعرف شرف كبارنا. قد رمينا بتعاليم القرآن وراء ظهورنا، فاعلموا يا إخوة الكرام، لا يصلو هذه الأمة إلا بما صلوا أولها. اعتنق السلف بالقرآن الكريم تعلما وتعليما، حفظا ودراسة، فارجعوا إلى أصلكم يا أمة محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرون. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن
منزلتك عند آخر آية تقرأها. وصحيح رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وقال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يبل وارثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاه في ظلماته من القبر يلقاه سما متعللا. هنالك أهل الله والصبر والتقى أولاهم بآجال كتاب فصلا. أقول ما تسمعون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. علم الإنسان ما لم يعلم، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من رجا ثوابه وعم، إله له الفضل إذا أنعم تم. فيا عباد الله، إن الدنيا دار غرور وباطل، تبهق باكيها وتبكي ضاحكها، تفقر غنيها وتغني فقيرها، تؤمن خائفها وتخوف آمنها. فاتخذوا كتابا إماما وارتوا به حكما وجعلوه لكم هاديا ودليلا. وفي الأخير نقدم تعزيتنا إلى إخواننا في غزة في فلسطين. اللهم ارحم شهداءهم وانصر مجاهديهم ودمر أعداءهم يا قوي يا عزيز يا ذو العرش المجيد. عباد الله، إن الله أمرنا بعبادة فبدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بنا نحن المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون